السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. اخبارك ايه بالنسبه لوظيفتك؟ يا ترى لسه برضه بتلوم؟ يا ترى بتنقد؟ يا ترى بتفكر مثلا رئيسك وتقول ان هو السبب في مشاكلي؟ ما حدش السبب اطلاقا في مشاكل حد، كل واحد بيتحمل مسؤوليه حياته. انا في يوم من الايام كنت بلوم الدنيا كلها، الاول كنت بلوم والدي ووالدتي انهم ما ربونيش بطريقه كانت تتناسب، ولكن ربوني بكل اللي يقدروا عليه، ما يعرفوش اكتر من كده، فربوني بحب تام بكل اللي يقدروا عليه. طبعا كان عندهم افكار معينه بالنسبه للتربيه، ربوني باسلوبهم، لكن ما يعرفوش، لو كانوا يعرفوا كان دوني، لكن انا كنت الومهم طبعا، وبعدين الوم زوجتي، وبعدين الوم اولادي، وبعدين الوم العمال. كان عندي اكتر من 2000 عامل لما كنت مدير عام في مكان من الاماكن في مونتريال، ازاي مش قادرين يفهموني. وفي يوم من الايام وانا سايق سيارتي كنت حاطط شريط، سمعت واحد من المحاضرين الكبار في العالم عمال يقول لك ولا ماما ولا بابا ولا اخ ولا اخت ولا صديق ولا انسان في الدنيا هو السبب في اي حاجه بتحصل لك داخليا، تحمل مسؤوليه حياتك. زي ما كنت اخدت دش ساعه، عارف ازاي في عز الساعه فوقني، قلت فعلا انا عرفت دلوقتي المشكله هي فين. في قصه في منتهى الخطوره، وده حد انا اعرفه شخصيا. الراجل ده بلد من البلاد العربيه، في يوم من الايام راجع بيته، زوجته قالت له ابنك عمل كذا وكذا، عمل حاجه ضايقته. الولد عنده 4 سنين، راح واخد عصايه راح ضارب ابنه بيها، ما خدش باله ان العصايه كان فيها مسمار، فالولد رجله اتفتحت، اخذت 12 غرزه. 4 سنين يكون عمل ايه يعني؟ ودوه المستشفى. المشكله بقى الولد كان المسمار كان مصدي، فعمل غرغرينه في رجله، ورجله دخل فيها تسمم، فالاطباء اضطروا يقطعوا له رجله اليمين لغايه الركبه. الراجل ما كانش مصدق نفسه، كان واقف بره مش قادر يجمع قوته عشان يخش يشوف ابنه، وبعدين اخيرا مسك نفسه من البكا ودخل قعد لابنه، هو بيقول له سامحني، والولد بيقول له بابا مش عاوز اشوف دموعك ابدا، عمري ما هعمل اللي انا عملته ده تاني، بس لو سمحت اديني رجلي تاني وانا مش هعمل كده تاني. الاب ما استحملش، طلع فوق سطوح المستشفى ورمى نفسه من فوق. ايه السبب؟ اتصرف بطريقه لا واعيه، ضرب ابنه من غير ما افكر، مش عارف ان ابنه ده هديته من الله سبحانه وتعالى. على فكره احنا لا نملك اولادنا، دول هدايانا من الله سبحانه وتعالى وهنتحاسب عليهم او نتحاسب بيهم. لازم تاخد بالك، ابني او بنتي اربيهم احسن تربيه. كلنا غلطنا في تربيه اولادنا، ولكن لازم يكون واحد يعرف يربيهم بالعقل. انت عارف، ودي فعلا حقيقه، ان ممكن جدا الواحد يكون عنده احلام كتير لكن موجوده فقط في خياله، ما بيحطهاش في الفعل. عارف ايه السبب؟ في تحديات، هكلمكم على شويه من التحديات دول بسميها تحديات الاحلام. من اول تحديات الاحلام، اول تحدي في دول تفتكر ايه؟ اهل السلطه. يعني ايه اهل السلطه؟ اهل السلطه مش معنى كده كانت في السياسه، اهل السلطه، اول اهل السلطه هو بابا وماما، الوالدين. وتحب